رد فعل صادق من الفنان أمير عيد على حلقة رامز جلال على حضور برنامج رامز ديفر إند. وعلق الفنان أمير عيد وأكد على عدم علمه بأنه البرنامج يخص الفنان رامز جلال. وبعد ظهور الفنان رامز جلال بعد المقلب في الحلقة سأل عيد: إن كنت تعرف إن الجائزة تيجي لرامز جلال؟ وقد أجاب أنه لا يعرف. وأشار الفنان رامز وقال له: في ناس بتاكل عيش على قفايا علشان هتطلع في البرنامج يسألوه إن كنت تعرف ولا لا. وقد رد الفنان أمير عيد عليه قائلا: ولو إني أعرف ما كنت جيت، إني ما كنتش أعرف وإن ده برنامج رامز جلال، وقر وأعترف بهذا. وبهدوء غير طبيعي من خلال برنامج رامز ديفر إند المذاع على فضائية MBC مصر، ظهر الفنان أمير عيد خلال تواجده ضحية اليوم. وبهدوء ثابت وانفعال غير عادي أذهل الفنان أمير عيد الجالسين بجانبه، فظل عيد جالسا على الكرسي بدون أي رد فعل نهائي، واستحال من الصراخ الكبير بين كافة المتواجدين في المطعم. ومقلب المطعم الطائر عبارة عن تواجد النجم في أحد المطاعم المعلقة في الهواء على بعد 50 متر من سطح الأرض، ومن ثم يبدأ المطعم بالانهيار بكل هدوء. واستقبل أمير عيد انهيار المطعم الطائر بالكامل خلال تواجده في الهواء دون أي رد فعل. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.